لا نستطيع سوى أن ننحني أمام كل هذه الأرواح البريئة، لكننا لا يمكن أن نسكت على مثل هذه الوحشية التي جُبِهَ بها مواطنون تظاهروا بأيدي فارغة. إننا نندد ونستنكر نحن في الRCD السكوت المحتقر المعتمد من طرف السلطات العليا للبلاد أمام المطالب المشروعة للمواطنين، كما أننا نلاحظ عدم اتخاذ أي إجراءات توقيف ومتابعة إلى غاية اليوم ضد المسؤولين عن سقوط هذه الأرواح البريئة. وعليه فإننا نسألكم بما يلي: من أعطى النار، من أعطى الأمر، من أعطى النار من أعطى الأمر بإطلاق النار على المواطنين خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها منطقة القبائل في شهر 2001؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السادة النواب، أولا وقبل كل شيء بودي أن أترحم على ضحايا استعمال العنف بالخصوص في ولاية بجاية وولاية تيزي وزو، وأشكر الأخ إبراهيمي لطرح السؤال اللي طرحه اليوم فيما يتعلق بمسؤولية إطلاق النار في هذه الحوادث. على كل حال حضرنا لسيادتكم وثيقة لتجيب تفاصيل اللي تتعلق بالحوادث اللي صارت في ولاية بجاية وبعدين في ولاية تيزي وزو وفي مناطق أخرى. الحالة اللي نعيشها هي نتيجة حوادث 2 أساسيين، وهذه نتيجة الأسباب المباشرة. لما نتكلم على الأسباب المباشرة هما الحوادث اللي وقعوا في بني دوالة في يوم 18 أبريل وفي أميزور يوم 21 أبريل. الوثيقة اللي نعرضها عليكم تجيب كل تفاصيل، ولكن لو تسمحوا نروحوا مباشرة أهميات المعطيات. من بعد حادث، أولا فيما يتعلق بحادث بني دوالة، فرقة الدراك كانوا جاوا لعندها أطفال يشكو. يرجى من السادة إطفاء. كانوا بعض من الأطفال جاوا لفرقة درك لبني دوالة يشكو ويقولوا بأنه مجموعة أخرى من الشبان كانوا تعدوا عليهم وسرقوهم. فالدركيين 2 خرجوا مع الشبان هذو وحكموا 2 من جماعة اللي كانوا متهومين بالاعتداء على الآخرين، وجابوهم لمقر الفرقة. وفي انتظار رئيس الفرقة صار حادث خارج، يبدو أنه خارج من إرادة الدركي. فلما حط الأسلحة نتاعو فوق المكتب، هذا حسب كل حال ما قال الدركي هذا، انطلقت 6 رمية حية، فجرح الطفل قرماح محمد المدعو مسينيسا ودركي آخر. وهذا دليل باللي العملية والحدث ما كانش مقصود. فالطفل كما الدركي حولوا إلى المستشفى
بالأسف الشاب قرماح محمد توفى في يوم 21 في يوم 20 في مستشفى العاصمة. من بعد الحادث قيادة الدرك الوطنية خذت إجراءات ووقفت الدركي المسؤول على الحدث وقدم إلى المحكمة العسكرية ببليدة. الحادث الثاني صار في وادي ميزور في أطفال أو تلاميذ متوسطة أمير عبد القادر كانوا ماشيين لمكان عمل رياضية. ففي الطريق بعض من الأطفال تجاوزوا في الكلام وسبوا الدرك لما فاتوا أمام مقر فرقة الدرك. أحد من الدركيين حكم 3 من الأطفال، وفي حسب تقريره في إطار يدعي ولدهم حتى يتحكموا بهم. فصارت شوية فوضى تما، وفي عين المكان وفي نفس الوقت هذو الأطفال أطلقوا سراحين. لما رجعوا للمدرسة أو للثانوية وقع شوية تشويش داخل المتوسطة، وأبدأ إضراب وبعدين بدأت مظاهرة في القرية. وفي هذا الإطار بودي أن نتأسف، لأنه بعض من الناس كبار ومسؤولين بما فيهم بعض المسؤولين من المجلس البلدي دعوا إلى الإضراب وإلى المظاهرات. فمصالح الأمن في البداية حاولوا يتعاملوا بهدوء حتى وصل يوم 22 أبريل لما المظاهرات انتشروا وخرجوا من كل تحكم، وبعض من المظاهرين راحوا توجهوا ضد فرقة الدرك، وبعدين راحوا لدار رئيس الدائرة، حرقوا دار رئيس الدائرة. في نفس اليوم جرحوا نقيب من درك بموس، وجرحوا كذلك بنت رئيس فرقة الدرك، ضربوها في عينها. ومن ثم لما رئيس الدائرة والدركيين لاجوا هربوا لمقر الدائرة، فاستمروا فلما رئيس الدائرة والدركيين لاجوا هربوا إلى مقر الدائرة، المظاهرين دخلوا الكور تاع الدائرة، حاولوا يفرقوهم، الداركيين حاولوا يفرقوهم،
لما بدا الهجوم، بدا التكسير، وبدات الناس تهدم تهدم وتحرق الوثائق، الدركين اضطروا باش يستعملوا اسلحتهم باش يفرقوا الناس. Il y a eu un cas de légitime défense. وهذا على كل حال اللجان القائمين بالتحقيق لا